سمعوا ما يا خوتي واش يقولوا. نحن معترفون بأننا استفدنا من التحكيم في هذه البطولة، لكن يقول لك يا ميدو ألم تروا في الدورات السابقة كيف استفادت الكاميرون من التحكيم، كيف استفادت كوت ديفوار من التحكيم، كيف استفادت مصر سابقا من التحكيم، كيف استفادت غينيا الاستوائية ووصلت إلى الدور نصف النهائي بفضيحة تحكيمية وإقصائها لمنتخب تونس، كيف استفادت من تونس من التحكيم في 2004. يقول لك يعني حتى في كأس العالم كيف استفادت كوريا الجنوبية من التحكيم صحيح. ووصلت إلى الدور النصفي. يقول لك لماذا تركزون فقط على المغرب؟ نعم عمار هاويلة كانت مفضوحة بهذه الطريقة. يعني تحب تقول كاين مساعدات ولكن أكيد البلدان المنظمة دائما تنال المساعدات خاصة في إفريقيا. أنا عندي أنت في قارة المعجزات، قارة إفريقيا والاتحاد الإفريقي. نعم. البلدان المستضيفة دائما لكن أنا عندي إجابة أخرى. هادو ما عيناني احنا vous voulez ou non c'est nous les champions. لا عندي إجابة محمد، عندي إجابة. اسمح لي الأخ ميدو. لا نحن منذ سنتين ونحن نتكلم بأنه راح تكون هناك طرق ملتوية لفوز المغرب بكأس إفريقيا، سنتين ونحن نندد. نعم. وهذا ما يجري وكأنه فيلم لعب منذ قبل كأس إفريقيا. لما تكلمنا على كوريا الجنوبية وغينيا والكاميرون والكوت ديفوار ما كانتش ظاهرة للعلن، ما نددناش، قلنا ربما كان امر صغير، ربما ولكن حتى قبل كاس افريقيا نعم. كانت هناك ميدو يحب يقول ربما بطريقه اخرى يا عمر بانه السارق في العاده يعني يتوارى عن الانظار، يحاول ان يقوم بعمليه السرقه دون ان يراه الجميع. قال لك هذه المره مفضوحه، يعني سرقه علنيه مفضوحه.